لأول مرة آيس كريم بالبيت. راح نخليكم تسمعوا الكواليس. زيدي يا دكتور زيدي. هذا هو أنا نحبه. تحطه في كاس وخليه ندق السكر تاع ماما. لهم دوك نعاود نطلع بدكم تسمعوا شويه كواليس تاع التصوير، يعني ماشيش ساهل باش نصور لكم اللقطه الاخيره تاع الايس كريم. الوصفه ناجحه مليار، ما فيها لا مثبت ولا حليب ولا كريمه سائله، مكونات بسيطه راح تخرج لكم السر تاع اللمعه اللي راكم تشوفوا فيها والتعليكه. يلا حضروه كما حضرتوه واستمتعوا بالبنه. على بركه الله نجيبوا كسرونه نحطوا فيها 2 كيسان ماء. استعملوا الكاس اللي عندكم، هذاك الكاس اللي مولفين نعبروا به. زيدوا له 50 غرام تاع فلو اي ذوق تحبوه. نستعمل فاني ولا ديروا الفراز. المهم قيس 3 مغارف كبار. اللي ما عندهاش العلبه هذه صغيره عندها العلبه الكبيره تدي 3 مغارف كبار هكذايا. نزيدوا عليها مغرفه كبيره تاع جليكوز. الجليكوز يتباع في المحلات ماهوش غالي، وندوغ مغرفه فقط. وتقدروا تعوضوها بالحسل الابيض. المهم الجليكوز هو اللي يعطيكم ديك التعليكه اللي شفتوها وهذيك اللمعه اللي شفتوها. هذه هي. نحطوا مغرفه مع الماء ومع الفلو، هو باش يترفد لكم. دهنوا المغرفه تاعكم بالزيت ورفدوا مغرفه وخلوها. هذه كي يسخن الخليط راح تذوب لنا هذاك الجليكوز معه. هذا مكان نحطه فوق النار نخليه كي يغلي غير يبدا يغلي نحيه ونخليه بجهه. لازم يبرد مليح باش نستعمله. انا هنا فرغته في اناء اللي راح نخدم فيه لاكريم، نخليه يبرد تماما. كي شفتو برد جبت له هنا كاس بودره الشونتي ضفتها له. مقادير راهي مضبوطه. الكاس اللي عبرتو به عبروا به كل شيء. كاس بودرة شانتي و2 كيسان ما. هذا هو سر الايس كريم، انه الكريمه تاعنا تكون خفيفه باش ما يجيكمش يقهم وما يجيش كيما الكريمات اللي تاكلوهم في الباتيسري. لازم الماء يكون اكثر من البودره. وشوفوا هنايا نضرب حتى يضاعف الحجم تاعو مليح. ونتحصوا على خليط خفيف. نغطيه مليح وندخلوه الكونجيلاتور. لازم تغطوه مليح. ماذا بكم لو كان ضربوا في علبه عندها غطاء احسن. شوفوا تتحسوا على هذيك اللمعه تاع الجليكوز. شوفوا هو اللي يعطيله هذيك اللمعه وهذيك التعليكه. درك انا غطيته مليح خليته في الكونجيلاتور 6 ساعات. من الاحسن 6 ساعات. ما تخلوش يطول. انا خليته ديجا طول باش جبدته لقيته جمد بزاف، وكي تلقاوه جمد يتعبكم باش يتضرب مليح. هذه هي. هنا جبته بعد ما فاتت عليه ممكن 8 ساعات. نتوما خلوه 6 ساعات. قلت لكم المرحله الاولى. كي تجبدوه 6 ساعات تلقاوه ماهوش جامد كيما هكذا. تضربوه تعاودوا تضربوه مليح وتعاودوا تغطوه ترجعوه للمجمد ساعتين اخرى وثاني عاودوا ضربوه. ما تعجزوش وما تقولوش بزاف. هذا واش فيه. شفتوا خطوه سهله وخدمناه. التضرب مرتين باش يعطيكم الخفه تاع لاكريم. لاكريم كي تاكلوه يجي خفيف ما يجيش ثقيل. هذا هو السر تاعو، انه كميه السوائل تكون كبيره، وثانيك التضراب كل ما تضربوه كل ما يخفف اكثر معكم. هنا ضربت حتى رجع لي كريمي كما راكم تشوفوا. هذه المره الثانيه وخلاص راه واجد. هنا تحبوا ديروه في لي بواط، تحبوا تعاودوا تجمدوه اي وقت تحبوا تاكلوا تحبوا تعمروه في لي كورني. اذا حبيتوا تعمروه في لي كورني اكيد راح ديروا في لابوش. اذا حبيتوا تعمروا بالمغرفه ترجعوه يجمد باش تعمروا بالمغرفه هكذا. انا الاكثريه نسقم لاكريم نخليه في لي بواط صغار في المجمد. ايوا وقت تحبي تاكلي لاكريم تجبدي باطا وتاكلي. الدراري تعرفوا يبغوا في الكورني، على ذيك نحطوا لهم في الكورني احسن. شوفوا كيفاش يجي يلمع، يجي فيه واحد التعليكه، يجي هايل ويجي خفيف. ما يجيش كامل، ما يجيش فيه بنه الشانتيي. ما تعرفوش كامل بلي خدمتوه بالشانتيي هكذايا. نجيبوا لي كورني ونبداو نعمروا. اذا حبيتوا ديروا 2 الوان ديروا مثلا واحد فاني وواحد في فراز ثاني كي يجيكم شباب. كي تعمروا يجي جهه فاني وجهه فراز يجي شباب. شوفوا كيفاش يجي هايل. هنا بديت نعمر ونعطي لوليداتي راهم كامل دايرين بيا ما شاء الله ربي يحفظهم. تعرفوا دراري يبغوا لا كريم راني كورني اللي نعمرو انمد وما خلونيش نصور يعني يحبوا ياكلوا. هذه هي. شوفوا كيفاش جا ناجح جا هايل جا الذوق تاعو ما شاء الله. نتمنى كامل تحضروه وتستمتعوا به وننتظر تجربتكم. واذا عجبكم الفيديو خلوا لي اعجاب وبارطاجوه مع احبابكم.